قولوا لي واش شي واحد سمع توانسه فيهم صداع، فيهم مشاكل، خرجوا بتعليقات خايبين ولا خرجوا بتصريحات خايبين؟ كان واحد فيهم ولا جوج اللي هما مشرين بوق من ابواق دوك اللي حدانا. ولكن توانسه صراحه شعب راقي، شعب نقي، شعب تيقول كلمه الحق. شفت واحد الفيديو ديال واحد توانسه معاهم صحفي مغربي، سولهم كيفاش جاتهم المغرب، كيفاش جاو التنظيم، الناس بقاو حالين فمهم. قال لك ما يمكنش، قال لك شفنا حتى عينا، قال لك مشاو لقطر وكانوا مبهورين بالتنظيم في قطر، ولكن ملي مشاو للمغرب انبهروا بطريقه خياليه، لان شافوا ناس اخرى، عقليه اخرى، عقليه يعني فيها واحد الوعي، ناس مؤدبين، ناس مضيافين، ناس كرماء. قال لك الناس يدخلوهم لديورهم، الناس يرحبوا بهم، شافوا غير الخير. التنظيم داك الشيء على الحرف. سولوا الصحفي قال له 2028 كاينه اخبار ولكن ماشي يعني مؤكده ان المغرب ممكن عاود ينظم كأس افريقيا 2028. قال له شنو رايك، واش نتوما كتساندوا زعما هذه الفكره؟ قال له اكيد حنا بغينا المغرب ينظم، لانه هو الوحيد اللي يقدر وعنده القدره انه باش ينظم كأس افريقيا بحال هذه وحسن منها. قال له لا توانسه ولا الجزائر ولا مصر ولا غيرهم يقدروا يكونوا في المستوى ديال المغرب. ونقول لكم علاش، من غير البنيه التحتيه اللي عندنا في المغرب. فاحنا هنا كنهضروا على العقليه ديال المغربي، العقليه التنظيميه ديال لي زيفينمون اللي عندنا واحد العقليه اوروبيه، افريقيه، امازيغيه، عربيه، اللي بغيتو، اللي كنقدروا ندخلوا يعني واحد لي ديفي او دي تشالنج ونكونوا حنا قدهم وفايتينهم. المغاربه ملي تيبغيو تيخدموا خدمه عمرك ما تحلم بها ولا اروع. عندنا فكره التنظيم. تخيلوا دابا كأس افريقيا تحط في شي بلاد اخرى، تخيلوا التنظيم، نمشيو دابا للجوار، تخيلوا، راه ما يمكنش. راه الروينه غتنوض، راه الاف بي اي غادي تدخل تما، راه شي حاجه غتقدر توقع تما، حيت ما كايناش العقليه المغربيه هي عقليه تنظيميه ديال لي زيفينمون او المحافل الدوليه. عادنا هيك باش نجيو للبنيه التحتيه ونجيو للكرم ونجيو للضيافه ونجيو للمآثر ونجيو للتاريخ ونجيو للاصاله ونجيو بزاف د الحوايج والتقاليد وداك الشيء كله. الحمد لله حنا يعني كننشروه عبر هاد المحافل هادو اللي حنا بدينا تنقوموا بهم. فغادي نقول شكرا لكل واحد قال كلمه حق في بلادي وفي ناسي، ومنهم توانسه. شكرا ومرحبا بكم.